بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الأعزاء، يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة هنعمل كيكة بشكل مختلف شوية، هنخرج عن الروتين العادي. خليكم معايا حضراتكم. أنا هنا حطيت عدد 5 بيضة، وكمان 2 ظرف فانيليا. طبعا في الكبة زي ما حضراتكم شايفين، او الخلاط او الهاند بلندر، اي حاجة عادي مفيش مشاكل. نزلت عليهم بكوباية سكر كبيرة، ولازم يتضربوا كويس جدا. طبعا البيض انا بخرجه بره التلاجة عشان يجيب معايا تيست حلو. والسكر لازم يتضرب كويس جدا لحد ما القوام يبقى لونه ابيض وخفيف. وطبعا دي كوباية لبن، ده لبن رايب، كوباية كبيرة، والسكر برضو كوباية كبيرة، كلهم مع بعض مع البيض والفانيليا. طبعا هشغل عليهم تاني ان انا عايزة القوام يبقى خفيف معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. لازم عملية الخفق متقلش عن 2 دقيقتين. طبعا كده هما بقوا تمام. ودي نص كوباية كبيرة طبعا سمنة، ودايما بحب احط زيت، سمنة وزيت مع بعض. ولازم برضو يتضربوا معانا كلهم مع بعض كده، قوام خفيف لازم يتضرب كويس جدا. وكده بقيوا تمام. طبعا ده القوام بتاعي، البيض مع السمنة مع السكر مع اللبن والفانيليا، ونزلت بيهم بالشكل ده حضراتكم. معايا الدقيق لازم انخله، بيتنخل عشان يبقى خفيف معايا. طبعا دي حضراتكم انا بحط لحد ما استكفي، ما باخدش مقدار معين، لان كل نوع دقيق باحتياجاته معايا. ودول 2 معلقة نشا، وكمان ظرف بيكنج باودر، كلهم على بعض كده هيتضربوا عادي بالمضرب العادي. ونزلت فوقهم ب2 معلقة خل ابيض. وده القوام بتاعي اللي انا محتاجاه كده كويس قوي. وهنا طبعا هقسمهم، الخليط اللي معايا هقسمه نصفين بالشكل ده، ان انا محتاجة تكون معايا عجينة بني وعجينة ابيض. دي العجينة اللي هي في الطبق اول واحدة، ده طبعا كاكاو. ودي معلقة نسكافيه، كلهم على بعض كده نقلب كويس جدا لحد ما ياخدوا معايا اللون البني بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه. طبعا انا حسيت ان هي سميكة شوية، عادي مفيش مشكلة، هنفكها بشوية لبن، معلقتين لبن كده عشان القوام ما يبقاش سميك معايا. كده انا انتهيت من الخليط البني ومعايا الخليط الابيض. طبعا دي صينية، ده هنتهى بالسمنة، هبطنها بالدقيق عادي، سمنة او زبدة مفيش مشاكل. وهناخد معانا الخليط الابيض بالشكل ده، شوية ابيض وشوية بني
بالتبادل، مرة ابيض ومرة بني. هناخد معانا شكل جميل، شكل تايجر. ودي حضراتكم كيكة التايجر، بتبقى جميلة شياكة وجمال، تبقى لذيذة قوي، وطبعا خفيفة وطعمها لذيذ، وبتديني شكل جمالي رائع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. انا بكب بالتبادل ما بين العجينة الابيض والعجينة البني عشان في الاخر اخد النتيجة اللي انا محتاجاها. طبعا كده بعد ما انتهت الكمية معايا بقت بالشكل الجميل ده، تحفة ما شاء الله. طبعا فرن 180 درجة على الشبكة، بسخنها من قبلها، بتديني الفينش اللي حضراتكم شايفينه ده. جميلة جدا، منظرها رائع. لو عندي ضيوف اطفال بيعشقوها، طعمها جميل وخفيفة وهشة، بسم الله ما شاء الله، منظرها جميل قوي. يا ريت تجربوها، والف هنا وشفا اللي يجرب. بجد جميلة جدا وطعمها جميل. النسكافيه مع الكاكاو مديني طعم رائع والمنظر جمالي. يا ريت تجربوها حضراتكم. ما تنسونيش طبعا في اللايك، في الشير، واللي ما اشتركش في القناة يسعدني باشتراكه. وشكرا ليكم.